حسيته. عملوا لك عقد؟ مش عقد، بس ما بحترم يعني انه في عالم بتشوف راهبه بتفكرها قديسه، بتشوف خوري يعني صار قديس، لا هن ناس عاديين انه عم بيلحقوا الله، بس في ناس عم بيلحقوا الله لانه ما لقوا شيء يعملوه ثاني. عم بحكي بكل صراحه لانه عندك لك عقد جنسيه هيدي ما بحب احكي عن هالقصص. لا بس عندك عقد جنسيه انا عندي عقد بغير طريقه. كيف يعني؟ انه فينا نحكي؟ ايه اكيد تفضل. انه انا شخص بحس الجسم مثل شيء مثل الالمازه، يعني مثل شيء كثير بيور، كثير بالعكس، يعني انا كثير عندي احترام للجسم، بس المشكل انه دائما بيشوفوك من برا، بيفكروك لانه انت سكسي، يعني انت كل يوم عم تعمل جنس، تمارس جنس ورا طشوح وات ايفر. مش صحيح، يعني انا مش عقد، بس انا شخص مش كل يوم تمارسه زل جنس زل بزل حاله. ايه بتعرف شو يا في قرف من هالشيء؟ يعني انت ما بتعمليه؟ لا. ما بتمارسي الجنس؟ لا بقرف. ما بتمارسي الجنس؟ لا صريحه اصطفل ما بحب. ليه ما بحب؟ بقرف. عندي صديق بيقول لي نو واي جني الزل. عن جد واحد يعطي جسمه طرش يعني. بس انت ما يعني كيف رغباتك وين بتروح؟ ما في رغبه لشو؟ زل. بس ما هي حاجه ما أنا هي حاجه صحيه. كذب كذب لا مش كذبه، بتخترع شيء مثل ما بدك. كذب. انا عندي كذبه، انت عندك انبسط بالمارس قد ما بدك، انا ضدك ما بحب. زل زل. بدك تقنعيني؟ بدك تقنعيني وتشدي العالم انك انت ما بتعملي سكس مثلا؟ لك جيب لي حكيم يفحصني. بعدك انت هلا شو بنت؟ بعدك بنت؟ ما خسر. طيب مريم، ما في بنت، قلت لك جيب حكيم. ما في بنت حلوه او بشعه ما بتحلم تعمل عائله تجيب اولاد؟ قلت لك مجوزه حالي وعندي عرولة. وين الاولاد؟ ما حدا بيزلني. شو اتجوز؟ تكره رجال تكره بحب نسوان؟ موت برجال، ما بحب النسوان، بموت برجال، بحبهم كثير، بس انا عندي اقتناع خاص، راهبه سكس. ما فهمتوا شيء. ايه طيب بدي لك انا اتهام، انت متهمه بالجنون. هالصراحه مش عم بمزح. اللي بيسمعك بيقول عنك مجنونه مريم. شو لانه ما بشبه الناس. ايه ما بدي اعمل قصص للناس بتعملها، انا ما بدي يجي الرجال يذلني، ممنوع انا انزل، كثير عندي ايجو عالي. اذا بتحبي لهيدا الرجال ونمت انت وياه ودلعك لا ايا بدلع بعد 3 سنين بيروح بيلبط فيك، حاجه عمي حاجه كذب، شفنا المجوزين وشفنا العلاقات. عندك عم تشوفي غيرك وتتشبهي بغيرك، بس كثير عالم مرتاحه ومبسوطه. يمكن انا عشت يمكن بجوبات في كثير مشاكل. يعني انا زعلان صراحه على جسمك انه ما عم تستعمليه. يعني زعلان انه لازم تكوني مبسوط. استعمل اجوي حالي. بتعرف شو في امر؟ اول شيء خلينا نقول للعالم، بتعرف قد في امراض بهالدنيا؟ حسب الناس اللي بتعشريهم. كل العالم حسب الناس اللي قررت انك تروحي. ما تتحمم يومين شو بيصير فيك؟ انت بتتحممي كل يوم؟ عم بسألك ما تتحمم يومين. ايه طبعا جسم الانسان ما انت نظيف. بتتحممي كل يوم يعني شو خاص؟